السهم لا طالع ولا نازل بقاله فترة. طيب دوت معناه ايه؟ الاتجاه العرضي او السايد ويز هو حالة توازن وتردد بين البايعين والمشترين، ولا ده قادر يطلع ولا ده قادر ينزل. السعر في الحالة دي بيكون محبوس ما بين مستويين واضحين، سقف فوق مش عارف يخترقه وارضية تحت مش عارف يكسره، ويفضل السعر يروح ويجي ما بينهم زي بندول الساعة. والمرحلة دي غالبا بنسميها تجميع لو بعدها صعود او تصريف لو بعدها هبوط. اما في الاتجاه العرضي مفيش فرق مسيطر، وعلشان كده الاتجاه مش واضح. وهنا بقى بالذات اغلب الخسائر بتحصل، لان المتداول اللي بيشتري فاكر ان السعر هيطير فيلاقيه نزل، واللي بيبيع فاكر السعر هينهار فيلاقيه طلع. علشان كده النصيحة الذهبية للمبتدئ هي الانتظار. استنى لما السعر يخرج من الصندوق ده ويعمل كسر واضح، ساعتها بس هتعرف الاتجاه الجديد وتدخل معاه بقلب جامد. هقول لك مثال واقعي زي ماتش كوره، الفريقين فيه متعه واللعب كله في نص الملعب، مفيش هجمات خطيره ولا هنا ولا هنا، والجمهور قاعد مستني اي فريق يكسر التعادل ويجيب جول. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: الاتجاه العرضي هو حيره السوق وحصر السعر في نطاق ضيق، ويفضل فيه الانتظار حتى يحدث كسر واضح يحدد المسار القادم. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.